السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعاتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير ويلقاكم ان شاء الله الفيديو بأتم الصحة والعافية ان شاء الله، وسنة سعيدة للجميع وجميع المتمنيات، وتعم علينا ان شاء الله بالسلم والسلام والرزق ان شاء الله، والصحة والعافية هي كل شيء. ومن هذا المنبر كنتمنى انكم تشجعوني وتوقفوا معايا هكا في القناة ديالي ان شاء الله باللايكات والدعم، وشكرا بزاف لكم على الكلام الطيب ديالكم، على التشجيعات ديالكم باش نبدا نحط هكا فيديوهات اللي تكون فيهم ان شاء الله فائدة للجميع. ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وكنشكركم مرة أخرى. ورغم الظروف أن شي ظروف كنمر بها، نتمنى تدعيو معايا ونطلبوا ربي يدخل علينا ان شاء الله هاد السنه هادي بالرزق والتيسير، ويحسن ربي الاوضاع ديالنا كاملين، واللي في بالو شي حاجه الله ينولها له. غادي نشارك ان شاء الله معكم في هذا الفيديو هذا واحد الكيكه اللي تتجي غزاله وفنه وصحيه، ونزولا عن طلب بعد واحد المتتبعات ديالي، وفي نفس الوقت زبائن ديالي اللي كنسقمها لهم، وبغاوني نشارك معاهم بتفصيل المقادير اللي تندير فيها والمكونات اللي فيها، وعلى الراس والعين بكل فرح. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونكون ان شاء الله الشرح ديالي واضح، وتلقى الحسن التتبع ديالكم وتجربوها ان شاء الله. ولما لا تشاركوها معايا وتقولوا لي كيف جاتكم، ونتمنى تكون زوينه بزاف وتعجبكم. مكونات اقتصاديه. اول حاجه هنا ان شاء الله غادي كتشوفوا معايا المكونات. غادي نبدا ان شاء الله نشارك معكم المكونات اللي عندي، مكونات اللي بسيطه وموجوده في اي دار، وكيف ما قلت لكم اقتصاديه وسهله، ما فيهاش بزاف ديال هكا الطرق ولا مكونات بزاف. المهم الحمد لله اقتصاديه، واي واحد تبارك الله راه دابا العيالات كيعرفوا يديروا كيكات. اول حاجه عندي هنا 3 ديال البيضات كيف ما كتشوفوا. الا كانوا عندكم البيضات صغار غادي ديروا 4 البيضات. عندي هنا 200 غرام ديال السكر سنيده، ما يعادل كاس وربع ديال السكر. اللي ما عندهاش الميزان دير كاس وربع. عندي هنا تقريبا 2 معالق كبار ديال القرقاع اللي قبضتهم وهرمشتهم. انا هنا شويه طحوني بزاف، نتوما غير هرمشوهم. هنا عندي 3 ديال الجزرات محكوكين على شكل طولي هكا، او تقريبا 200 غرام ديال الجزر، 3 ديال الكبار ولا 200 غرام. عندي هنا بالنسبه للقرفه معلقه صغيره ديال القرفه. بالنسبه للدقيق عندي 2 كيسان ديال الدقيق، حتى هو تقريبا 200 غرام. بالنسبه للزيت عندي كاس ديال الزيت مملوء ديال الزيت النباتيه. وقبيصه د الملح ما ذكرتهاش معكم هنا، ولكن حتى هي ان شاء الله غادي ما تنساوهاش. غادي دابا نشارك معكم الطريقه بالتفصيل، وما بغيتش نسرع الفيديو باش تشوفوا معايا وتتبع معايا المتتبعه ديالي الغاليه، وكلكم غاليين على قلبي، وشكرا لكم جزيلا على التشجيعات وعلى كلامكم الطيب لهذا الفيديو الاخير اللي شاركت معكم. طلبوا الله نتشجع هكذا ونبدا نحط الفيديوهات، لانني راني في امس الحاجه لهاد القناه هذه، وربي لي العالم بالحال ديالي. هادشي ما كان الله يفاجئها علينا وعليكم وعلى الجميع. كيف ما كتشوفوا المتبعات ديالي الغاليات، اول حاجه درت هنا ديك 3 البيضات، ضفت عليهم قبصه ديال الملحه، ونضيف عليها ديك السكر سنيده، وغادي نبدا نخلط مزيان حتى تيتغير لي داك اللون ديال الخليط. اللي ما عندكم شي هكا هذا الطراب اليدوي، الطراب الكهربائي، يمكن لكم تخلطوا غير بالفوي ديال اليد، او ديروا في الخلاط الكهربائي اللي يمكن زعما ماشي ضروري تكون عندكم هذا الطراب هذا. كيف ما كتشوفوا انا تنستمر هكا بهذه الطريقه هذه في الخلط حتى كيتبدل لي اللون ديال البيض، كيرجع اللون ديالو ابيض. هذا هو من اسرار ديال النجاح ديال اي كيكه، حتى كتخطربي ديك البيض مزيان. كيف ما كتشوفوا من بعد ما حصلت على داك اللون ديال داك البيض، كيف ما قلت لكم حتى كيتغير اللون، غادي نبدا نضيف الزيت تدريجيا. كاس ديال الزيت غادي نضيفو شويه بشويه، ما تنقبطوش نخويو داك الكاس في نوبه باش ديك البيض ما تيهبطناش. ممكن ما كتشوفوا من بعد ما خلطت الزيت ديالي مع داك البيض، غادي نضيف دابا هنا الجزر اللي سبق لي وذكرت لكم، قلت لكم محكوك على الشكل ديال طولي كيف ما كتشوفوا. ونتمنى ان شاء الله يكون واضح ان شاء الله هذا الشيء هذا، وتجربوها صدقوني راها زوينه بزاف وصحيه وشي حاجه زوينه ديال الدار، وما كتحتاجش شي حاجه صعيبه ولا شي مكونات. الجزر اي واحد راه عنده في الدار ما شاء الله،
وبعض المرات يبقى لنا غير تيفسد ما تنعرفوا ما نديرو به، لما لا نستغلوه هكا ونديرو به حويجات اللي غادي ينفعوا صحيحتنا وصحيحة وليداتنا. هادشي ما كان. من بعد ما اعزائي تنطرب داك، تنخلط داك كيف ما كتشوفوا داك الخيزو. غادي نضيف هنا الكركاع. كيف ما قلت لكم نخليوه غير مهرمش، انا شويش مشات تحلي بزاف. غادي ديروا معلقه صغيره ديال القرفه وغادي تستمروا في الخلط حتى كتحسوا بديك العناصر هكا تخلطات. يمكن لكم ما تضيفوش في هاد الحاله هادي هاد الطراب الكهرباء، يمكن لكم غير بالفوي هكا باليد تصوبوه. بما انا غير بالنسبه لنظرا الوقت ما كانش عندي الوقت، كنحاول نسرع ما اي باش دغيا نوجد. ونتمنى ان شاء الله يكون الكلام ديالي مفهوم ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف، والله القسم الا عزازين وغالين، ولكن ملي كتجيك شي ظروف قوى منك ما تتقديش اي حاجه تصوبيها والله. ايوا ربي يصوب لينا وليكم الجميع. كيف ما كتشوفوا اعزائي غادي نبدا نضيف الدقيق. ضفت 200 غرام ديال الدقيق، او اللي ما عندهاش الميزان غادي دير 2 كيسان ديال الدقيق. نتمنى يكون واضح. من بعد غادي نضيف 2 خمارات حمر من وزن 8 غرام، يعني مجموع ديال الخمارات بجوج 16 غرام. واللي عندها عاوتاني الخميره هكا محلوله يعني بالباكيه، يمكن لها تضيف 2 معالق صغار ديال الخماره. من بعد ما خلطت، هذا هو القوام ديال الخليط ديالي. كيف ما كتشوفوا ما كتجيش خفيفه شويه، كتجي شويه يمكن قاصحه، ولكن راه هي هذيك. خديت هنا المول ديالي. المهم المول كيبقى لكم الاختيار. انا عندي هذا السامبل، يمكن لكم تاخذوه شكل المهم كيف ما اللي عندكم. غادي تضيفوا من بعد ما المول قبضته ودهنته بزبيده ودرت له شويه ديال الدقيق باش ما يلصق لي شيء. وغادي نخوي داك الخليط تما كيف ما كتشوفوا. وهذا في هذه الاثناء هذه راه عندي انا سميتو، عندي الفرن شعلته يعني سخون شي شويش، ماشي سخون بزاف. المهم انا على ما بديت نحط هكا هذا شعلته، كيف ما كتشوفوا كنبدا نخرج من هذيك الهواء باش ما كتجينا شيء هذا مدقصه. الكيكه ديالنا غادي هكا ندقها شويش مع سطح العمل وغادي نضيفها في الفرن. ما طيبت الكيكه راني هنا في هذه الاثناء هذه راني طيبت الكيكه وخليتها تبرد لان خصها تبرد ليا. غادي ناخذ معكم هنا ندير الكريمه اللي غادي نزوق بها. بالنسبه لهاد الكريمه اختياريه، خديت هنا الجبن، اي جبن عندكم، ماشي ضروري تلتزموا بهذا الجبن هذا ولا شي حاجه، اي نوع عندكم غديروه على حسب الكميه اللي عندكم د الكيكه والمقياس اللي باغيين. انا خديت غير شويه لان نزوق غير من الفوق، ما غاديش نديرها من الداخل. خديت هنا تقريبا شي 100 غرام ديال الجبن. وخديت هنا عاوتاني كاس كيف ما كتشوفوا ديال الكريم فريش. من عندكم الكريم فريش هكا ديال هاد الحلوه هاد هو لا غادي دير ما غاديروش السكر. ولا كانت عندكم الكريمه مسوسه غادي تضيفوا 2 معالق ديال السكر او سكر كلاصي او 3 على حسب الذوق كل واحد كيفاش كيبغي الحلاوه. غادي نطرب هكا حتى كتطلع لي ديك الكريمه. دابا هنا نوريكم القوام ديالها. كتجي هكا كريمه واقفه باش ما تنطربوها مزيان، ماشي تنديروها غير هكا نص تطريبه، لا كنطربوها باش ما كتولي تذوب لنا، تتبقى لنا واقفه. ومن الاحسن تكون بارده لان كل ما كانت بارده كتعطي النتيجه. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها، كتجي واقفه ما ماشي كنخليوها كيف ما قلت لكم هابطه شويش لان هكا باش ما تذوب لنا شيء. المهم هذه اختياريه وهذا هو الشكل ديال الكيك ديالي. غادي نبدا نزوق معكم بطريقه اي طريقه بغيتو. انا قلت لكم شويه كان عندي الوقت ما كاينش، عندي شي مشاغل وداك الشيء. المهم هي الطريقه قبلوا عليا في الطريقه ديال التزيين. المهم انا العمده على المذاق انه كاين ان شاء الله. ملي تجربوها عاد غادي تعرفوا اش تنقول. والله راه ماشي زعما باش زعما تتفرجوا ولا شي حاجه تشوفوا الفيديو، ولكن راه ربي هاد الحاجه اللي تنصوب لوليداتي ولدارنا والناس ديالي عزاز عليا انا كنشاركها معكم بكل صدر رحب. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا انا زوقت بهذه الطريقه هذه. يمكن لكم الطريقه اي طريقه اختاريتو اللي ترتاحوا فيها واللي تعجبكم. وتبارك الله راه ما شاء الله كلشي تيعرف راه انا يقبلوا عليا من بهذه الطريقه ديال التزيين هذه. انا قلت لكم شويه كانت عندي شي مشاغل ما عنديش الوقت، هي نبادر دغيا باش نخرج. المهم نتمنى تقبلوا مني وعارفاكم ان شاء الله غتقبلوا مني لان عارفه المتتبعات ديالي الغاليات الحمد لله راضيين بلي نقدم لهم والحمد لله وعارفين شنو كاين وهلا حشمنا هادشي ما كان. اعزائي الغاليات كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا.
من بعد هنا غادي ناخد شويش ديال الكركاع اللي غادي نحمرو، ضروري تحمرو لان ملي كتحمر كيعطي مذاق زوين. انا غادي نزوق هكا شويش بمكريكيعات هكا صحاح، وغادي ناخد شويش غادي نهرمشو. المهم هانتوما كتشوفوا معايا المراحل، واخا كنزرب لكم في الهضره. المهم غادي المراحل راني كلهم كيف ما قلت لكم ما زربتهمش باش تشوفوا الطريقه بالتفصيل. غادي من بعد ما وضعت داك الكركاع غادي نضيف هنا الكركاع مهرمش كيف ما كتشوفوا من بعد ما حمرته، وغادي نضيف شويش ديال القرفه حتى هي من الفوق. هذيك القرفه اختياريه، يمكن لكم تضيفوها يمكن، ولكن صدقوني راه المذاق كيتواتى غزال مع القرفه والكركاع والجزر. والله القسم لا تجي غزاله رائعه، تجي كيكه متميزه على ديك المذاقات ديال الكيكات العاديين. والله تاكلي شي حويجه اللي زوينه بزاف وكتحسي بان كاين شي حاجه مغيره من غير ديك الكيكات، ماشي غير كيكه عاديه وصافي. المهم ما بقاش نشكر بزاف حتى تجربوها ان شاء الله، واللي جربتها ترد عليا وتقول لي شنو كاين. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله باذن الله. ودابا غادي نشارك معكم باش تشوفوا كيف ما تيجي القوام ديالها. ما شاء الله تجي غزاله ومعلكه، عرفتي تذوقيها ما تتشبعيش منها، تتقولي ناكلها كلها. والله غزاله غزاله. انا وليداتي ما تيبغيوش القرفه، ولكن بهذه الطريقه هذه والله ما عرفوا شنو كاين، تيقولي ماما شنو دايره فيها. ما شاء الله تجي غزاله غزاله. ونتمنى ان شاء الله تشجعوني باللايكات ديالكم وتبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء واللي عزاز عليكم هاد القناه هذه، باش تساعدوني وتشجعوني حتى انا ان شاء الله نشارك معكم بزاف الحويجات اللي غادي تكون فيهم فائده ان شاء الله. شوفوا اعزائي الغاليه، شوفوا ما شاء الله كي تجي معلكه وتجي المذاق ديالها زوين زوين بزاف. وتمنى تجربوها، غير جربوها على حسابي. لما اللي ما عجبتكمش ديك الساعات هذا. المهم جربوها وتشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو القوام ديالها كيف ما قلت لكم كتجي معلكه. بالنسبه لديك الكريمه انا قلت لكم اختياريه، ولكن هي تزيد عاوتاني تعطي عاوتاني مذاق اخر، عاوتاني تزيد ديك النكهه مع النكهه ديال الجبن وديال الكريمه، تزيد تعطي مذاق اخر. ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم وشكرا لكم بزاف اعزائي المتبعات. وغادي نخليكم مع هاد اللقطات هذه كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، تجي رائعه غزاله بزاف، زوينه زوينه بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله باذن الله، يكون هو فيه الفائده وتستافدوا منه ان شاء الله باذن الله. وهلا حشمنا وسمحوا لي بزاف على هاد الهضره اللي ما تنبقاش نعرف نهضر بزاف، تنتلعثم في الكلام. والله سبحان الله العظيم، ملي تنكونوا نهضروا عاديين عادي، ملي تنجيو قدام هكا الكاميرا حتى الانسان تيتلف. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم، ومع السلامه اعزائي المتبعات.